عايزين تعملوا كده وصفة حلو سريعة جدا للولاد، تعملوها يا دوب في 5 دقايق بس، وكمان مكوناتها تكون بسيطة وموجودة في البيت وتنفذيها على طول بعد الفيديو. يبقى لازم تعملوا وصفة الميني بان كيك. ببيضة واحدة وكوباية دقيق هنحضر كمية كبيرة من الميني بان كيك على الفطار أو على العشاء أو كتحلية في نص اليوم. سهلة وبسيطة جدا، هنقدمها مع شوية فاكهة أو شوية صوصات مختلفة اللي انتوا بتفضلوها، وكده بنكون جهزنا حلو سريع في دقايق. قبل ما نبدأ في وصفة النهاردة، حابة أفكركم لو انتوا أول مرة تشوفوني، أنا اسمي جميلة خليل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهاردة. مكونات الميني بان كيك يا جماعة بسيطة جدا. هنحتاج بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني نطلعها من التلاجة قبلها ب10 دقايق. وعندي هنا معلقة صغيرة من بشر البرتقال أو أي منكهات انتوا حابينها، ممكن يبقى بشر ليمون أو فانيليا. وهنحتاج 3 معالق كبيرة من الزيت النباتي، ومعلقتين كبار من السكر البودر أو ممكن يكون سكر حبيبات ناعمة. هخلط الأول البيض مع السكر والزيت الأول، ونتأكد ان السكر يكون داب تماما. بعد كده هنضيف باقي المكونات عندي. هنحتاج هنا 3/4 كوباية من الحليب، يعني كوباية إلا ربع، والحليب يفضل يكون بحرارة الغرفة أو يكون دافي شوية. عندي كمان معلقة كبيرة من الخل، وممكن نستغنى عنها لو احنا هنستخدم اللبن الرايب. هنخلط السوائل مع بعض ونتأكد ان هي امتزجت مع بعض. عندي بقى المكونات الجافة. هحتاج هنا كوباية من الدقيق يكون منخول، سواء دقيق خاص بالكيك أو متعدد الاستخدام، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. نقلب بقى خليط البانكيك كده كويس من غير ما نقلب كتير، مجرد بس ان الدقيق يبدأ يختفي عندي. وخليط البانكيك بيبقى قوامه تقيل شوية عن الكيكة العادية، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. لو حسيتوها خفيفة شوية بتزودوا كده معلقة دقيق، والعكس لو تقيلة بتزودوا لها معلقة من الحليب. جهزت عندي طاسة تكون ما بتلزقش، وسخنتها على درجة حرارة متوسطة، وحطيت عندي خليط الكيك ده في ازازة كده بتاعة الصوصات، تكون ليها فتحة صغيرة، أو ممكن في كيس تلاجة، أو ممكن بمعلقة معيارية، يعني أي حاجة متاحة عندكم. وننزل بخليط البانكيك ونعمل كده الأحجام الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، وممكن طبعا تبقى أكبر من كده لو انتوا حابين. ما بتاخدش ثواني على النار، هي كل جهة تقريبا بتقعد 30 ثانية تاخد لون، وبنقلبها الناحية التانية على طول ثانية أو ثانيتين وبنشيلها على طول. أهم حاجة الطاسة بتاعتنا تكون ما بتلزقش. طبعا الحجم الصغير ده بيعمل لنا كمية حلوة جدا. شايفين اخده لون تحفة جدا، ما نحاولش نغمقها اكتر من كده. دي طريقة تانية نشكل بيها لو احنا ما عندناش الازايز دي، معلقة معيارية او معلقة عادية، وننزل بالكمية اللي احنا عايزينها عشان ناخد الحجم المناسب اللي احنا محتاجينه. واسهل حاجة على فكرة ان انت تجيبي كيس تلاجة نضيف تحطي فيها الخليط كله، وتبدأ تحطي كده شوية بشوية على الحجم اللي انت عاوزاه. زي ما قلت لكم مدة التسوية بالظبط هي 30 ثانية من كل جهة، يعني دقيقة. بنخلص الكمية اللي عندنا بالشكل ده. الكمية اللي احنا عاملينها دي تقريبا تكفي من 3 ل4 أفراد. بتبقى طالعة هشة وطرية جدا. بنحط عليها أي صوصات احنا حابينها، سواء صوص سينابون أو نوتيلا أو شوية كراميل. ممكن نحليها بالعسل الأبيض لو انتم مش عايزين أي صوصات خالص. ممكن اي حاجة عندكم بقى، شوكولاتة ممكن تاكلوها اصلا كده لوحدها، هي طعمها حلو جدا. بنقدم معاها كمان شوية فاكهة عشان تبقى كده وجبة متكاملة. نقدمها لولادنا على الفطار، نغير لهم بقى الفطار التقليدي بتاعنا. يبقى عملنا كده ميني بانكيك سهل جدا، ببيضة واحدة وكوباية دقيق عملنا كمية حلوة قوي. الولاد هيحبوها جدا وهيعشقوها. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.